دونك غادي نجاوب هاد السيده على الكومونتير ديالها. هند قالت لي السلام عليكم اختي بالتوفيق، عندي بعض الاسئله اللي تقدري تجاوبيني عليهم. واش في كندا يقدر يخدم الشخص بالجنسيه الاوروبيه؟ الجنسيه الاوروبيه ولا المغربيه ولا القيه بصفه عامه ولا الاوروبيه حتى هي بصفه عامه، ماشي هي اللي غادي تقدري، ماشي هي اللي غتخدمك. غتخدمي اما بيرمي دو طرافاي ولا بالبي ار ولا بالجنسيه الكنديه ديالك. هادو هما ثلاثه د الحوايج اللي تقدري، اللي كانوا عندك كوم ستاتيو يكونوا عندك اللي تقدري تخدمي بهم. اولا كتكوني اتيديون كيكون عندك الحق تخدمي اتيديون هنا في كندا، تقدري تخدمي، ولكن كيكون عندك واحد السوايع محددين ما خصكش تفوتيهم، حيت كتعتبري انت جايه باش تقراي ماشي باش تخدمي، زائد ان تيكون عندك الوقت كتير ديال القرايه. يعني ماشي الجنسيه الاوروبيه هي عندك هي اللي غادي تجي، حيت عندك صافي هنا كندا غتبغيك تجي تخدمي عندها. الجنسيه الاوروبيه شنو غتسهل لك؟ غتسهل لك انك تاخدي الفيزا باش تجي لكندا، اولا بالاحرى. ما عرفتش انا الباسبور الاوروبي كيفاش داير، ولكن انا عارفه انهم بين الباسبورات اللي يقدروا يدخلوك لكندا بلا فيزا. بحال مثلا الباسبور كون كان عندي مثلا باسبور مغربي وبغيت نجي هنا، خاصني تاشيره باش نجي، يعني يطبعوا لي فيزا. بالنسبه لاوروبا ما غتحتاجيش يطبعوا لك فيزا، ولكن غتجي فقط سياحه، ماشي معنيتها غتجي سياحه صافي عندك الحق تخدمي. الا جيتي سياحه ما عندكش الحق تخدمي بها، يعني كما قلت لك بيرمي طرافاي بي ار ولا الجنسيه، وغالبا كتجي في البدايه بهاد الجوج، بي ار ولا بيرمي دو طرافاي، اللي كتدبر عليه شي كونطرا ولا شي حاجه وكيديروا لك كيعطوك بيرمي طرافاي. وبالنسبه للدراسه واش مجانا ولا بالفلوس؟ القرايه في اي بلاصه غتمشي ليها بالفلوس. الا كنتي كتهضري على القرايه من ورا الباك سي نورمال بالفلوس. الا كنتي عندك بي ار او يعني اقامه دائمه او لا جنسيه ديالك كنديه، هاديك كتقراي فابور ولا بالفلوس، كتخلصي كوميم الفلوس، ولكن الدوله تتعاونك. كيفاش كتعاونك؟ انها كتعطيك الفلوس باش تقراي، كتقراي بهم، كتعيش تقراي بهم، تخلصي بهم لي فري ديال المدرسه ديالك، كيعطوك واحد شويه زيد باش كتعيشي به، حيت كتكوني كتقراي دونك ما قادراش تخدمي السوايع ديالك النورمال، دونك تيعطوك كيعاونوك به باش تعيشي به. ولكن اون فوا تتخدمي تتبداي ترجعي لهم بشويه بشويه فلوسهم، كيكونوا فيهم لي زانتيغي، ولكن لي زانتيغي ديالهم قليل. ما عرفتش شحال بالمية، ولكن البورسونتاج ديالهم قليل مقارنه مع تهزي مثلا كريدي باش تشري دار ولا باش تشري طوموبيل، ولا كيكون الانتيري ديالو او الربا ديالو اقل. الا كنتي بيرمي طرافاي ما عرفتش، ما عنديش تجربه، ولكن عارفه الا جيتي في الاصل كوم اتيديون مثلا من المغرب، وجيت كوم اتيديون انترناسيونال من المغرب باش نجي نقرا هنا، لي فري ديالك غادي يكونوا غلا. مثلا انا هنا عندي جنسيه كنديه، مثلا باش نشد واحد تيل ديبلوم غادي نخلص مثلا فيه 20,000 دولار مثلا في العام. نتيا اتيديون انترناسيونال غتكون فيه واحد 25، غتكون غتخلصي العام واحد 25,000 دولار، حيت جاي من بلادك تقراي. هذه حاجه معروفه، ليتيديون انترناسيونال تيخلص اكثر من المقيم الدائم واللي عنده الجنسيه. وقلتي لي واش مهما المدن اللي زوين، شنو هما المدن اللي زوينه في المعيشه؟ على حساب كل واحد كيفاش داير. عامه كندا غاليه، غاليه، والجو معروف ان الجو ديالها بارد بزاف. ولكن الا بغيت نقول لك على المدن اللي حسن، انا بالنسبه لي كل واحد شنو الميزه ديالو. كاين اللي ما غيتسوقش الجو بارد فيما، ولا غادي يبغي يسكن غير مثلا غادي يقلب، الاولويه ديالو انه يلقى شي مدينه اللي رخيصه. كاين الاولويه ديالو خصو يسكن في شي مدينه اللي فيها لي زوفر دو طرافاي متوفرين، بحال طورونتو بحال فانكوفر اللي معروفين انهم فيهم لي زوفر دو طرافاي بالنسبه للناس اللي قاريين، اللي عنده 50 مرة الباك في هذه الحاجه. مثلا في هذيك المدينه فيها لا تكنولوجي، غتلقاي فيها مثلا مايكروسوفت، غتلقاي فيها امازون، غتلقاي فيها جوجل، غتلقاي فيها مثلا. غتجي مدينه صغيره حيت رخيصه ما غتلقايش فيها مايكروسوفت، وما غتلقايش فيها امازون، وما غتلقايش فيها هاد جوجل، وما غتلقايش فيها ما نعرف شنو عاوتاني. كما قلت لك كل واحد والاولويات ديالو. لا ما عرفت واش وصلت لك الفكره ولا لا. كاين اللي كيمشي مثلا بالنسبه ليه المدينه غيقول لك واو مدينه واعره، حيت على حساب الجو، على حساب الخدمه، على حساب المعيشه فيها واش رخيصه ولا ما رخيصاش، على حساب واش الدنيا عامره فيها ولا ما عامراش، واش فيها فرص عمل او لا. انا مثلا شخصيا ساكنه في فيكتوريا، بالنسبه لي فيكتوريا زوينه حيت الجو ديالها ما باردش بزاف مقارنه مع المدن الاخرى في كندا. هذا العام كاع نهائي ما جاش عندنا الثلج،
يعني انا بالنسبه لي زوينه. ادمنتون زوينه حيت فيها العقار طايح، دابا ما عرفتش ولكن كنت كنسمع ان فيها العقار طايح، يعني عندك واحد الامكانيه الا جمعتي الدامبي مثلا كتشري دار. مثلا تورونتو كما قلنا وفانكوفر مثلا بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا يعني مثلا كما قلنا قارين شادين واحد ديبلوم شي طبيب ولا ما نعرف الطبيب فين ما مشى غادي يخدم. الطبيب هنا تبارك الله الطب محتاجينهم، دونك هذا هو المجال اللي ما تلقاش فيه وحده انك تلقى فيه الخدمه، هو مجال الطب. هادشي اللي كاين. كنتمنى جاوبت على كل شيء، وما قدرتش نشوفك في كومونتير حيت كاين بزاف صراحه ما يتقال. ومن هنا تخليت هذا الفيديو باش نجاوب على الناس اللي مثلا، حيت ملي كندير لايفات في تيك توك الناس بزاف هذا هو الموضوع اللي الناس كيبغيو يهضروا فيه، وهادو هما الاسئله اللي عامه تنتوصل بهم من الناس اللي ساكنين هنا وساكنين كاع حتى قبل مني. الناس ديما كيبغيو واحد تعيش نهار تسمع اخبار وكل واحد شنو المعلومات اللي عنده. ربما انا كاين شي واحد كاع يلا جا سكن كاع نستافد منه وانا يقول لي شي حاجه انا ما كنتش عارفاها، والعكس صحيح. هادشي اللي كاين. كنتمنى نكون جاوبتك على اسئلتك، وبالنسبه للناس الاخرين اللي عندكم اي سؤال مرحبا بكم. هادشي اللي كاين. سلامه.